السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده بقى كده اقول لكم صباحكم خير، لا عصركم خير. عشان احنا العصر. فقلت بقى اقوم اتنشط كده بقى واشرب شاي وكده واظبط نفسي واشرب القهوه. قلت اشرب معاكم الشاي بقى في البلكونه، بس هو لسه سخن. وبعدين بقى ادخل بقى اعمل ايه، ناقله لكم هعمل روتين في اوضه النوم واوضه الاطفال. النهارده كفايه كده عليا قوي على قد صحتي. كل يوم كده هعمل حاجتين او حاجه معاكم، بس انا قلت اصبح عليكم بقى قبل ما نبدا بقى في الروتين. صباحكم فل وصباحكم قشطه وصباحكم إيه، سما صافيه كده وهدوء وراحه بال، وربنا يسعدكم يا رب. واللي لسه اول مره يشوف بقى قناه عالم حنان يشترك في القناه ويفعل الجرس بكلمه الكل عشان يوصل له كل جديد، ويحط لي لايك حلو، لايك جميل. وصباح العسل على فانزاتي، او مساء العسل على فانزاتي اللي بيحط له لايك حلو، لايك جميل. وبشكرهم على تعليقاتهم الجميله. ونشرب بقى الشاي مع بعض، وبعد كده بقى نخش نشوف ايه هنعمل ايه. صباحكم فل. الوقت بقى يا حبايبي بعد ما صبحنا كده على بعض بقى، حطيت بقى دور هدوم كده غامقة في الغسالة، وكان في دور أبيض. استنيت بقى لما يخلص الغامق ودخلت على أوضة النوم أول. طبعا كنت شايلة الفرش بقى بغسله، وده الفرش نضيف وكده، فبلمع الشباك من جوه أول، وبعد كده بقى بفتحه والمعه من بره وجوه. هو الفيديو قصير لأن الأوضة ده قعدت فيها ساعة ونص، لان ما بنفضش يعني، لا بقعد المع بالحته كده، دي حتت بيضه كده قطن بتاخد التراب بسرعه وتغيريها يعني. انا بعمل كده، وبلمع بقى الشباك وكده، واحط لي بقى لايك يا قلبي كده جميل. وطبعا حطيت الحاجه تاخد شمس كده بسيطه، يعني احنا كنا العصر والله. وطبعا بنفض بقى المرتبه اول، وبعد كده بلمع السرير نفسه، عشان لو لمعت السرير ونفضت المرتبة هتطلع تراب تاني على ايه، على الموبيليا. طبعا انا كنت دخلت جوه، بس ما بحبش بقى اجيب لقطة، يعني ما بحبش اجيب تصويري وانا بعمل السرير. فبلمعه بقى من الجوانب ومن كل حاجة، يعني الموبيليا دي حتة حتة كده لازم تتلمع. وعلى فكرة الفيديو دوت ما لحقتش اكمل فيه اوضة الاطفال، فهتنزل لكم مع بقية الروتين بقى الصالون والصالة وكده بإذن الله. وفرشت بقى السرير كده بعد ما لمعت الموبيليا، يعني بعد ما لمعت الخشب بتاعه. وشيلت الارض دي هنفضها بقى واطلعها على السرير. وكومودينو بقى شلت الحاجة من عليه وبلمعها. هتلاقوا على الكومودينيات بتاعتي اكياس كتير، الاكياس دي فيه هدوم هتخرج زغرة على العيال، فهخرجها كده لله يعني. فالواحد بينسى كل ما اجي اقول ان وانا خارجة هاخدها، بانسى، بس ان شاء الله ابقى افتكر. وطبعا انا حاطه كرسيين في اوضه النوم، لان السفرة عندي بست كراسي وبعدين الصاله صغيره، فحط في اوضه النوم اتنين وفي اوضه الاطفال واحد، وبره في الصاله حاطه تلاتة. وبلمع كده الدولاب. طبعا انا بجيب لكم يعني حاجات بسيطه، الدولاب ده قعد معايا مده. طلعت على الكرسي اجيبه من فوق، ونزلت من على الكرسي عشان اجيبه من تحت. فما بجيبش يعني المأساة ديت، عشان انا اللي بصور مع نفسي طبعا. باقول لكم يعني إن أنا بالمّع الراوتر وكده لأ، كل ده اتشال طبعًا من على الإزازة، ولمّعته وحطيته تاني. والحتة المفتوحة اللي في العسكري ديّة فيها العلاجات والحاجة والسكر، طبعًا باحطه هنا يعني في شنطة، أمّا باعوز كيس باخده. والباب طبعًا من أوله لتحته، يعني هو الروتين كله في 8 دقايق، هو أخد مني ساعتين والله. أنا ما باحبش أنفّض، باحب أمسك الحتة كده وألمّع، بتشيل التراب أكتر من التنفيض يعني. وطلعت على الكرسي طبعًا ولمّعت الدولاب من فوق. والمشاية ديّة بين الأوضة وبين الصالة كده، شِلتها بقى نفّضتها هي والحتّة التانية وحطيتهم على الشباك ياخدوا هوا كده يعني. الكيس اللي على السرير ده أهو يا حبايبي فيه دباديب وحاجات، فنسيت أحطه تحت السرير، فوأنا بقى باطلّع الشتوي إن شاء الله هاقوم حاطاه. ديّة العتبتين دول بتوع الأوضة. ولمّعت بقى كرسي التسريحة كده وهارفعه برضه على ولمّعت الطبلية وحطيتها على السرير. والكيس اللي ورا خالص ده فيه لعب العيال، معرفش، كل ما اقول لهم خلاص انتوا كبرتوا على اللعب كلها متكسرة والله، مفيش ولا لعبة سليمة.
اقول لهم نرميها يقولوا لي لا، فبحطها في جنبي كده في اكياس في الاوضه. انما هي ما فيهاش حاجه سليمه. ورمعت الشماعه طبعا والكومودينو التاني. بعد كده بقى هنخش على التسريحه. طبعا الشماعه دي خرجتها بره من مكانها عشان مسحت تحتها بالشرشوبه طبعا لان بلاط. فالوقت بلمع بقى التسريحه هنا خرجتها الشماعه وعملتها. جبنا بقى الجلانس كده الملمع الازاز لان الازازه دي كبيره قوي يعني التسريحه كبيره. وطبعا عمار ابني بقى والجل والكريمات والفازلين مخليها لي ايه عجبه. ربنا يهديهم. طبعا جبتها من فوق بس طبعا ما جبتش دي. انا بجيب بس ايه حاجات بسيطه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انما هي اخدت شغل جامد يعني. طبعا كنت كده خلصت بقى وهكنس. طبعا جبت لكم حته صغيره من الكنيس. ما جبتلكوش بقى ان انا ايه رفعت السجاده التانية اللي قدام التسريحه ومسحت تحتها كده بالشرشوبه عشان دي اللي بتترفع. انما التانيين دول لا. وكده تبقى الاوضه خلصت وشدت الستاره وقفلت الشباك. طبعا النور كان مقطوع ساعتين. والمكتب بتاع عمر الاخضر ده تحت الكرسي كده ما بيعوزه. والتسريحه بشيل الميك اب بتاعي بحطه في الدولاب في بوكس كده دراج عشان العيال بياخدوه ويعملوا يرسموا بيه في كراسة الرسم مع انهم اولاد. وكده بقى الغسالة خلصت. هطلع بقى انشر الغامق. طبعا انا ما بطلعش في طبق لان ظهري الغضروف تعبني. ما بقدرش اشيل الطبق الغسيل كله مرة واحدة. فبحط البناطيل كده على الترابيزة والهدوم كده بقسمهم. وبعد كده اخدهم حاجة حاجة على السور انشرهم. طبعا السور ببقى ملمعة. وحطيت بقى دورة هدوم بيضة كده. والملايات برضو كانت بيضة حطيتها. وقلت اشغل عليهم بقى ايه بكرة. فهنشر بقى الغسيل. آه ما بجيبلكوش برضو وانا بنشر قد كده عشان برضو ما يطولش. كنا بقى خلاص المغرب او بين المغرب والعشاء. ولو وصلت هنا يا قلبي انت وحبايبي كده حطوا لي لايك حلو لايك جميل ودعوه منكم كده ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. طبعا هنا بقى هعمل فنجان القهوه بتاعي. بشرب قهوتي مظبوطه. بس بتقل البن يعني يعني شويه. هو كده يومي يبقى خلص. كمل بقى في روتين تاني واصوره لكم مع اوضه الاطفال. طبعا حطينا القهوه على النار و هنصبها بقى في الكوبايه. الناس بتشرب فنجان انا كوبايه لان ايه بظبط بقى دماغي كده. ووش بقى ايه فطيره مشلتته. الوش فطيره مشلتته ما يخلص. وبعد كده بقى ايه جينا بقى لمرحله الغدا. كان عندي كده طبق باميه. قلت بقى اكله بعيش ويبقى كده يومنا خلص. و يعني إيه لم النعمه كده تلمك. والحمد لله على كده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.